لما بصينا على الولد كان شكله مش طبيعي، مش علشان غرقان، لا، الولد كان على جلده علامات غريبة لونها اسود، بس ما كانتش وشم، وكمان عينيه كانت كلها سودة، وشعره كان ابيض خالص. بس قبل ما احكي لكم اللي حصل، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة علشان تشوفوا القصص الجديدة اول ما تنزل على طول. انا اسمي عواطف وعندي 25 سنة، وشغالة ممرضة في الوحدة الصحية عندنا في البلد كلها تعرفني وتعرف أهلي من زمان، وأنا كمان عارفاهم واحد واحد، ومفيش بيت ما دخلتوش علشان أدي فيه حقنة ولا اطمن فيه على حد عيان. علشان كده لما قالولي إن الولد حسن ابن الست زينب مات ما كنتش مصدقة. الحكاية كلها بدأت بعيل صغير لقيوه في الترعة. واحد من أهل البلد كان راجع من القطعة المغربية بعد شغله، وشاف جلابية بيضة طافية في المية، فنط وراها علشان يشوف ايه دي، وبص لقاها عيل صغير ابن 6 سنين ميت ووشه أزرق، وشكله بقاله يجي كام يوم غرقان كمان. الراجل جابه وجي جري على الوحدة الصحية عندنا، وأنا كنت موجودة ساعتها أنا والدكتور النبطشي. ولما بصينا على الولد كان شكله مش طبيعي، مش علشان غرقان بس، لا، الواد كان على جلده علامات غريبة لونها اسود، بس ما كانتش وشم، وكمان عينيه كانت كلها سودة، وشعره كان أبيض خالص. البلد اتقلبت، والبوليس جه وناس من المركز جت، بالذات إن الواد ده ما كانش من أهل البلد، ولا كان حتى في عندنا عيل تايه ولا أي حاجة. قعدوا رجالة البلد يدوروا ويسألوا في البلاد اللي حوالينا، حد تاه منه عيل؟ طب حد شاف حد بيسأل على عيل تايه؟ لكن في الآخر محدش عرف يوصل لأي حاجة. ووقتها المحضر اتقفل، والعيل اتدفن في مدافن الصدقة في البر التاني من البلد اللي بعد الترعة. أنا طول الوقت ده ما كنتش عارفة أدوق النوم من ساعة ما شفت جثة الواد الصغير الغرقان. كنت كل ما أقعد حبة في الضلمة ولا غمض عيني صورته الغريبة تيجي قدام عيني وتقومني مفزوعة، ده غير الكوابيس اللي ما بقتش سايباني من ساعة ما شفته. بعدها بيومين بدأ حال البلد كله يتقلب. الكلام الأول كان إن الناس اللي جنب المدافن بتسمع صوت عياط وصريخ جاي من بعيد من آخر المدافن، من ساعة ما الواد الصغير اتدفن هناك، كل يوم من ساعة العشاء وطول الليل لحد ما الفجر يأذن. وفي الأول كان الكل مفكر ده كلام إشاعات ما فيهوش حاجة حقيقية، لحد ما في مرة النور كان قاطع في البلد كلها، وكنت نايمة في سريري وحلمت بكابوس جمد الدم في عروقي. حلمت بالعيل الصغير جايلي وشكله غضبان قوي، وقال لي إن اللعنة اللي صابت البلد مش هيحلها غير الدم. وصحيت مفزوعة من النوم، ولقيت الدنيا كلها ضلمة، وفجأة سمعت أنا بنفسي صوت الصريخ ده والعياط، والمرة دي كان عالي لدرجة إن البلد كلها سمعته. الناس فضلت قاعدة جتتهم متلبشة طول الليل لحد ما النور جه، ولما جه أخيرا ما قدروش يستنوا للصبح. رجالة البلد خدوا بعضهم وراحوا المقابر يشوفوا فيه إيه هناك، ولما وصلوا لقيوا حاجة ما كانتش على بال أي حد فينا. لقيوا القبر اللي دفنوا فيه الواد مفتوح وجثته مش موجودة. في الأول الناس فكرت إن حد جه وسرق الجثة، بس مين هيعمل كده وليه؟ بلدنا كانت أمان، ودي كانت أول مرة يحصل فيها حاجة زي كده. الناس روحت بيوتها خايفة ومش فاهمة حاجة، وبتضرب كف على كف، ومن بعد الليلة دي مفيش حاجة رجعت تاني زي الأول. العيال في البلد كلهم مسكت فيهم شوطة عيا، محدش كان عارف ولا فاهم جات لهم منين. كلهم بدأ جلدهم فجأة يبهت وشفايفهم تزرق، وبدأوا يتعبوا ويرجعوا كتير. في الأول كانوا مفكرينه دور برد تقيل حبتين، وبعدين بدأت العيال تملى الوحدة الصحية كلها. الناس بدأت تقول إن ده أكيد سحر، وناس تانية كانت بتقول إن جثة الواد ما كانتش جثة عيل صغير، وإن ده أكيد جني أو حاجة مش طبيعية. وكل ده ما كانش نافع بحاجة. البلد يوم عن يوم حالها بيقف أكتر، لحد ما أول عيل مات في البلد. لحد دلوقتي البلد كلها كان عندها أمل إن العيال تتحسن وتخف مع الوقت، أو إن لو في لعنة حقيقية تروح وتختفي، بالذات إن محدش كان مات لسه. لكن أول ما أول عيل مات الرعب زاد أكتر في نفوس الناس. أنا كنت عارفة حسن العيل الصغير اللي مات، زينب أمه تبقى صاحبتي. لما رحت علشان أعزي أمه كانت بتعيط وبتصوت وحالها يصعب على الكافر، ولما شافتني قالت لي الواد كان سليم وزي الفل من ليلة واحدة يا عواطف،
كل ده حصل ازاي؟ ما كنتش عارفة أرد عليها وأقول لها إيه، لأن كان عندها حق. وأنا خارجة من العزا لقيت حبة عيال قاعدين بيعيطوا بره، أصحاب حسن الله يرحمه. العيال صعبت عليا وقربت أواسيهم وطبطب عليهم، وأنا بهدي فيهم بنت صغيرة جت من وسطهم وهي بتعيط وقالت لي كل اللي بيحصل ده يا أبلة عواطف علشان شاكر زعلان. في الأول ما كنتش فاهمة هي بتقول إيه، بالذات إنها كانت بتعيط قوي، بس أنا قلت لها لو حكيتيلي يا حبيبتي حصل إيه هجيبلك شوكولاتة. مين هو شاكر؟ وإيه اللي مزعله؟ وإيه اللي رابط زعله باللي بيحصل في البلد؟ قالت لي إن من كام شهر كانت بتلعب هي والعيال جنب الترعة، ده مكان لعبهم من زمان قوي ودايما بيتقابلوا هناك ومش بيكون في حد غيرهم. بس اليوم ده لما راحوا عند شط الترعة لقيوا عيل صغير في جلابية بيضة بيلعب لوحده. الواد كان شكله مش من أهل البلد وكلامه كان غريب عنهم، وما كانش في الأول عايز يتكلم معاهم وقعد يتفرج عليهم بس، لغاية بعد شوية الولد قرب منهم وقال لهم إنه عايز يلعب معاهم، وقال لهم إن اسمه شاكر، وهم وافقوا. بس هو ما كانش فاهم قوي لعبهم، وده خلاهم زهقوا منه وقالوا له يمشي، وهو اتعصب ومرضيش. راح حسن اتخانق معاه، وهو بيتخانق معاه زقه جامد حبتين، راح الواد وقع في الترعة. قلت لها وازاي محدش فيكم ندى حد من الكبار يجي يلحقه ويطلعه؟ قالت لي ان الواد ما كانش له اثر، الجو كان ضلمه وهو ما طلعش من الميه ينده حتى، ففكروا ان لما وقع عامل البر التاني ومشي. بس طبعا اللي عرفناه بعدين ان العيل غرق. قلت لها طيب وانت عرفتي منين ان شاكر زعلان؟ قالت لي علشان هو بيجيلي كل يوم في الأوضة وانا نايمة، وبيكون شكله بيخوف قوي وبيخوفني وبيخليني أعيط، وبيقولي إن زعله مش هيروح غير لما كل العيال اللي كانت موجودة يومها تموت. سألتها مين اللي كانوا موجودين يومها، وقالت لي أسامي 7 عيال، اللي مات منهم لحد دلوقتي 6، يعني مش فاضل غيرها. حسبتها في دماغي ولقيت إن كل أسبوع بيموت عيل، يعني فاضل أسبوع كمان والبت الصغيرة تموت. لازم أتصرف، لازم أخلي شاكر ده يبطل اللي بيعمله ويبطل يمرض العيال. بس أتصرف إزاي؟ اليوم ده خدت البت من إيدها وروحتها، ومن ستر ربنا ما كانش في حد في البيت غير أمها. قعدت اتكلمت معاها حبة والبت كانت لسه بتعيط وشبطانة فيا. قمت استغليت الفرصة وقلت لأمها إني هبات معاكم النهاردة علشان أهديها. وزي ما توقعت البت بدأت تسخن ويجيلها أعراض العيا على بالليل، يعني مفيش وقت وكلها حبة والبت تضيع مننا. فضلت قاعدة مستنية بالليل معاها في الأوضة وأنا مرعوبة، وكل ما يحصل صوت كده ولا كده أترعب، لحد ما لقيت فجأة الباب بيتفتح وشاكر داخل علينا. البت اتفزعت وأنا كمان. شاكر كان شكله مرعب، بس قلت لنفسي جمدي وكلمته وقلت له أنا عواطف وعارفة اللي حصل لك كله، وجاية أعرف طلباتك إيه علشان تخلصنا من اللي بيحصل ده. قال إن البنت الأخيرة اللي معاكي دي تموت. قلت له بس هي ما كانش قصدها، حرام عليك، انت موتت كل الباقيين، ايه اللي نعمله ويرضيك تاني؟ سكت حبة وبعدها قال لي ان تكتبوا على قبري اسمي ويتعرف لكل الناس اللي حصل، وانا وافقته واختفى من قدامي. وتاني يوم خدت البت وخليتها تحكي كل حاجة قدام اهل البلد، وقلت لهم اني كلمت شاكر وان ده طلبه. في الاول ما صدقونيش، بس ما كانش قدامهم حل غير انهم ينفذوا اللي قلته. فراحوا للمقابر تاني وهناك لقيوا القبر مقفول زي الأول، فكتبنا اسم شاكر عليه. وعلى ما كل واحد رجع بيته كانت العيال العيانة صحيت واتحركت من سرايرها وبدأت تخف.